الواحد كان حواليه ناس كتير فاكرهم أهم حاجة عنده، وإن هو لو لجأ لهم في أي موقف هم اللي هيساعدوه. وللأسف ده ما حصلش، بالعكس. لكن الغريب إني ما كنتش أتخيله عن نفسي إني بعرف أحاور الناس كويس وأحط إيدي على مشاكلهم ونقاط قوتهم عشان أقويهم فيها، وإن عندي صفة إني بحب أشجع الناس جدا، وده اللي نفعني جدا في الكوتشنج. وأنا ما كنتش أعرف إن دي صفة فيا أصلا. عمري ما تخيلت إني أشتغل كوتش أو مرشدة نفسية خالص أو معالج نفسي. الحقيقة إن كل ده كان عكس شخصيتي القديمة تماما، أو بمعنى أصح عكس نظرة الناس فيا. أحيانا الواحد بيكون شايف نفسه بصورة عكس تماما شخصيته الحقيقية، والصورة دي بتيجي إما من المجتمع أو من نفسه. في أوقات كتير بتكون عكس الواقع، لأنه ما اختبرش نفسه صح، أو ما حاولش يجرب حاجات في الحياة جديدة عشان يعرف هو بيعرف يعمل إيه أو شاطر في إيه. معاكم روضة الشقيري، لايف كوتش معتمد من كامبريدج، مرشدة زوجية وتربوية ومعالج نفسي. أنا مهندسة واشتغلت معيدة وسبت الشغل عشان خاطر أولادي، وحصلت لي صدمة في أقرب الناس ليا. عارفين لما يحصل لكم موقف يهز كل كيانكم، الوقت ده بيكون فاصل ليكم قبل غير بعد خالص. لما بيحصل لك موقف من أقرب الناس ليك ويهزك جامد، غالبا بتبدأ تعيد حساباتك في كل شيء. الموقف ممكن يكون ابتلاء من ربنا أو صدمة زي اللي حصلت لي. وإحنا في عز الابتلاء أو الصدمة بنكون شايفين نهاية الدنيا والحياة، وبنشوف إن الدنيا كلها اسودت، لكن في الحقيقة بتكون نور ورحمة من ربنا محدش بيتخيلها. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله، في وصف ربنا في الآية ربنا بيجعل لك خير كتير مع إنك شايفه شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بالظبط ده اللي حصل لي. كنت شايفة الموقف والابتلاء كله شر، لكن أي ابتلاء أو صدمة في الحياة بتعلمك حاجة، ربنا عايز يرقيك عنده. أنا بالنسبة لي اتعلمت إن ربنا هو السند، هو السند الحقيقي، هو الوكيل الحي القيوم. اتعلمت إن مفيش حد هيبقى لك في الدنيا إلا الله، هو السند وهو المعين. وده بالنسبة لي كان أعظم درس في الحياة. الواحد كان حواليه ناس كتير فاكرهم أهم حاجة عنده، وإن هو لو لجأ لهم في أي موقف هم اللي هيساعدوه. وللأسف ده ما حصلش، بالعكس. اللي عايزة أقوله إن الصدمات بتقوي ما بتكسرش. مش هقول كلام أشعار، بس الحقيقة إن أكيد الواحد وقع في الأول وتعب جامد وحزن، بس أهم حاجة إن الواحد يكون عايز يقوم، يسيب نفسه وقت للحزن، وبعدين يبدأ يشوف اتعلم إيه من التجربة ويبدأ يكمل حياته. لازم نفتكر إن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. القوة دي ربنا بيديها لك لما تلجأ له، بيقويك لأنه هو القوي المتين. المهم، بعد صدمتي وإن أنا بدأت أقوى بربنا، بدأت رحلة دراستي لعلم النفس، ومن شهادة لشهادة. كنت في الأول عايزة أعرف وأفهم في السيكولوجي والعلوم الإنسانية والتنمية البشرية عشان أطور من نفسي، خاصة إني كنت وما زلت من قراء للتنمية البشرية والسيكولوجي. اكتشفت موهبتي في الاستماع للآخرين، ودي أنا كنت عارفاها إني لما بقعد مع حد بحب أسمع قوي كلامهم كويس وأنصت لكل كلمة، لدرجة إن الدكتورة بتاعتي كانت بتقولي أنتي منصتة ومستمعة هايلة. لكن الغريب إني ما كنتش أتخيله عن نفسي إني بعرف أحاور الناس كويس وأحط إيدي على مشاكلهم ونقاط قوتهم عشان أقويهم فيها، وإن عندي صفة إني بحب أشجع الناس جدا، وده اللي نفعني جدا في الكوتشنج. وأنا ما كنتش أعرف إن دي صفة فيا أصلا، وإن هي دي أساس مهنة الكوتشنج. الحاجة اللي عايزة أختم بيها كلامي إن إحنا دايما بنشوف الابتلاءات وصدمات الحياة شر، برغم إن في باطنها قمة الرحمة. فلو حد بيمر بابتلاء أو مر بصدمات في حياته، أنا مش هقوله ما تحزنش، بالعكس احزن وخد وقتك في الحزن. بس أهم حاجة تكون على يقين في ربنا إن مفيش حاجة بتحصل لك في الحياة إلا وهي خير، بس محتاج منك تقف مع نفسك وقفة وتشوف إيه الحاجات اللي اتعلمتها من التجربة. حط في دماغك إن الابتلاءات والصدمات هي أكبر معلم في الحياة، ربنا بيعلمك بيها دروس مش هتتعلمها في أي حتة تانية.
وإنها دايما بتكون نقطة فاصلة عشان تطلع أفضل نسخة منك. أشوفكم على خير وأتمنى لكم دايما الطمأنينة وإنكم تعيشوا بقلب مطمئن. ولو حد عنده أي استفسار في أي حاجة ياريت يبعتلي في الكومنتات وأنا أتشرف إني أرد عليكم. أشوفكم على خير.